مساءكم سعيد وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذه الحلقة التي نناقش فيها التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الجزائري لإحدى البرامج لدى القناة الجزيرة القطرية خلال الأسابيع الماضية. وكعادة الجزائريين ومسؤولين الجزائريين عندما يستضافون في قناة الجزيرة القطرية أو أي برامج أخرى فهم يحاولون التطرق إلى المشاكل التي تربطهم بالمغرب. فوزير الخارجية الجزائري، لكي أكون معكم واقعي، أنا عجبني الشجاعة ديالو وعجبني الكلام اللي قالوا حول المغرب وحول علاقة الجزائر بالمغرب، وخاصة الكلام الذي قال بأن الجزائر كانت دوما تطمح إلى إقامة علاقة جيدة مع المغرب، وهذا كلام جميل جدا. وخا هذا الكلام غير صحيح وكلام فيه الكثير من المغالطات وفيه الكثير من كما كنقولوا احنا النفاق، ولكن جميل. هذا تحسن جميل بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية على الصعيد الخارجي. على الصعيد الخارجي إذن الدبلوماسية الجزائرية بدأت تفهم بأن اللعبة الآن في العالم هي عبارة عن لعبة سياسية، ويجب أن تتأقلم مع هذه اللعبة. ولكن ما زالت الأخطاء لدى القياديين في الجزائر وخاصة في الدبلوماسية الجزائرية، وأنا دائما أركز في جل الخطابات وفي جل الحلقات التي أبثها عبر هذه القناة وأتطرق فيها إلى المشاكل المغاربية، وبصفة خاصة مشكل المغرب والجزائر أتطرق فيها إلى ضعف السياسة الخارجية والدبلوماسية الجزائرية على الصعيد الدولي. وهذا طبعا ما أقول ما يجعل الجزائر في وحلة وفي تخبطات. أعطيكم مثال بسيط جدا لكي تفهموا ما أود قوله. فمثلا الجزائر بهذا التصريح التي أدلت به فهي تثير غضب الخصم، يعني وكنهرس تلك المعنويات. مثلا الملك المغرب محمد السادس عندما قال بأننا نمد يدنا إلى الجزائر في عدة خطابات، فالجزائر لم ترد على هذه الخطابات ولم تقدم أي شيء، ولكن هذا الخطاب هذا بالضبط هو يرد على تلك الخطابات كاملة ديال الملك وداكشي كامل. حنا راه تنمدوا لكم يدنا، وحنا راه معاكم، وحنا راه في الطرح ديالكم، وحنا ما عندنا معاكم حتى شي عداوه. هذا هو الخطاب اللي بغى يقولوا وزير الخارجيه الجزائريه للمغاربه، يعني خطاب دبلوماسي سياسي. اذا مزيان، لا بقى الدبلوماسيه والسياسيه الى حد الان معروفه، ولكن كاين اخطاء. ما هي هذه الاخطاء؟ الاخطاء هو ان الجزائر تتعامل بالعاطفيه، وانا دائما اقولها واكررها، العاطفيه. فمثلا المغرب ملي كتكون شي مؤتمر ولا شي قمه ولا شي اجتماع سواء عربي ولا اسلامي ولا دولي ولا افريقي منظم في الجزائر، المغرب تحضر تلك الاجتماع بالوفد ديالها، كتحضر. شفنا في الجامعه العربيه، شفنا في القمه ديال العلماء المسلمين، شفنا في الجانب الرياضي، وشفنا في الجانب الثقافي، وشفنا يعني المغرب كتحضر. يعني نسموها استفزاز، نسموها حضور، نسموها استرجال، نسموها اللي بغينا. ولكن ملي كنجيو للجزائر وكتكون شي محفل ولا شي حدث ولا شي لقاء ولا شي اجتماع ولا شي مؤتمر في المغرب، الجزائر تغيب على هذا الموضوع. عرفتوا الان علاش؟ هذا هو الضعف ديال الجزائر، انها كما كنقولوا حنا ما كتحاولش تضغط على الخصم ديالها في القعر دارها. لا، انا عندي خصام معك، ولكن غادي نمشي نحضر ديك الاجتماع او نحضر ديك القمه وخا في دارك انت. هنا كتبين السياسه الدوليه وكتبين الراي العام الدولي، رغم ان كاين هناك خلاف، لا ولكن ديك الخلاف ما خصناش نجسدوه ونبينوه ونديروا له كما كنقولوا حنا كيرجع حامض. هو الان حموضي، الخلاف بين الجزائر والمغرب حموضي بشكل كلي. يعني الجزائر باش تحاول انها تنسجم مع الخطابات ديالها، سواء اللي واصلا هذا الخطاب ديال وزير الخارجيه الجزائري ما كانش خاصو يكون في لقاء يعني تلفازي على شكل برنامج تلفازي، لا، كان خاصو يكون مثلا هذا اللقاء هذا في احدى اللقاءات الصحفيه، في شي ملتقيات عالميه، في شي اجتماع عالمي، مثلا في الجامعه العربيه، يكون مثلا في اجتماع ديال شي قمه، يكون في شي القمه الافريقيه، يكون في الامم المتحده، كيخرج احد السفراء او احد او وزير الخارجيه كاع ديال الجزائر انه كيصرح بهذا الحدث، باش كتكون عنده واحد الصبغه قانونيه عالميه بان الجزائر فعلا تنسجم مع المغرب ولا يوجد اي شيء. فهمت كيفاش؟ يعني بهذا الطرح تكون الجزائر
تقدر الجزائر أنها تدخل في السياسة حقا والدبلوماسية ديالها الحق أنها تدخل وتلعب على المغرب بأوراقها على أرضية الملعب وأمام العالم ومكشوفة للعالم، ولا داعي للتخبط، ولا داعي للأزمات، ولا داعي نستعملوا الإعلام، ولا نستعملوا المخزن، ولا نستعملوا الرياضة، ولا نستعملوا، لا، غير بالسياسة، غير الدبلوماسية فقط. والحاجة الثانية اللي أشار إليها وزير الخارجية الجزائري كذلك في هذا اللقاء، تحدث عن المغرب العربي وقال بأن المغرب العربي الجزائر مستعدة أنها دير يد في يد من أجل إحياء المغرب العربي. أشكون واقعي، أنا هذا رأيي الشخصي، طبعا المغرب العربي كان حلم بواحد الرجل اللي هو الحسن الثاني، وهذا الحلم هذا مات النهار اللي مات الحسن الثاني. هذا الحلم ديال المغرب العربي مات النهار اللي مات الحسن الثاني. يعني باش نحيو المغرب العربي ما يمكنش نحيو المغرب العربي، واخا نحلموا يجي جيل ويجينا ما يأسسش المغرب العربي، لأنه فترات اللي كان ممكن أننا نأسس المغرب العربي وكانت عندنا قليل ديال الأزمات وقليل ديال الصعوبات، كان ممكن أننا نأسس المغرب العربي ونأسسوا خطر من المغرب العربي. الآن احنا نتخبط في مئات المشاكل، غير مشكل مع المغرب باش نجيو نحلوا المشاكل الداخلية بين المغرب والجزائر خصنا قرون، وخصنا الجيل هذا ديال المغرب والجزائر يمشي. كاين مشكل من المغرب ومن الجزائر، باش نكون واقعي معكم، المشكل ماشي غير من المغرب، غير من الجزائر، المشكل من المغرب ومن الجزائر. فيما يخص المغرب العربي المشكل من المغرب ومن الجزائر ومن موريتانيا ومن تونس. هاد الدول كامله كلها مشتركه في هذه البقعه، ما بغاش دير اتحاد المغرب العربي، ما بغاش. كون واقعي. وبالتالي حلم المغرب العربي انا في اعتقادي وحسب رايي الشخصي هو حلم ولد مع رجل وانتهى نهار اللي توفى الرجل. وبالتالي هذا الموضوع ديال المغرب العربي لن نشاهده ولن نحلم به ابدا ما دمنا ما نعرف، يقدر يكون شي جيل اخر الله اعلم. قضيه اخرى من القضايا التي تطرق اليها وزير الخارجيه الجزائري في العلاقات الجزائريه مع المغربي، وقال بان استعراف جزائري، قال بأن فعلا هناك تطور دبلوماسي في السياسة الدبلوماسية المغربية، وأنهم اقتحموا الساحة الدولية، وأنهم استثمروا في الصحراء المغربية نتاعهم. يعني هذا جميل جدا. علاش كنقول لكم أن التحسن ديال السياسة الجزائرية بدأ يتحسن شيئا فشيئا، وهذا ماشي نقولوا تراجع، لا، هذا بحد ذاته سياسة. ملي كتمدح العدو ديالك وفي نفس الوقت كتوبخو وفي نفس الوقت كتحملوا ما لا يطاق له. كما كيقول لك مثلا احنا كنا من بين الدول اللي كتموت يدها للمغرب، وكنا من بين الدول اللي كتدعو للتصالح، والمغرب كان كيدعو في خطابات الملك، فهنا كيضرب جميع الخطابات ديال الملك وجميع الخطابات ديال المغرب، كيقول لا حنا اللي يدنا ممدوده ماشي نتوما، حنا اللي طالبين يكون المغرب العربي، وحنا اللي طالبين يكون الحوار، وحنا اللي طالبين يكون هذا البلاد مزيان ويكون ما كاينش مشاكل وتحل الحدود، والشعب المغربي يكون شعب هو جزائري، والشعب الجزائري يكون هو شعب مغربي، وما يكونش عندنا نهائيا اي نزاعات ولكن كاين مشكل واحد، شي واحد المشكل اللي عندنا احنا في المنطقه هو البوليزاريو. شي نهار ما يكونش عندنا بوليزاريو في المنطقه نقدروا نديروا المغرب العربي ونديروا المغرب الشمال الافريقي ونديروا الاتحاد ونتحكموا في البقعه الارضيه ديال افريقيا ونتحكموا في الممرات ديال القاره الاوروبيه ونتحكموا في الممرات ديال القاره الاسيويه القاره الامريكيه وزيد. ولكن مادام انه لدينا هذه الجبهه الانفصاليه البوليزاريو في المنطقه ديالنا، في المنطقه المغاربيه، ما يمكننا نتحدوا، ما يمكننا نديروا مغرب عربي، ما يمكننا تكون عندنا اخوه، ما يمكن تكون عندنا والو. هذا ما اللي اسسوا هذه الجبهه وداروا هذه الجبهه لعنهم الله الى يوم الدين، هم باقي الان الاجيال دابا والاجيال اللي ما جايه ان شاء الله غتدعوا فيهم، واللي الان مازال كيدعم هذه الجبهه كذلك وكيحاول يقسم الشعوب ويقسم المنطقه ويعيش المنطقه الازمات ويعيش المنطقه الحروب ويعيش المنطقه المجاعات. هاد الناس ما كيفكروش في المنطقه من اجل التصالح ومن اجل الوحده ومن اجل الانفتاح. ما كيشوفوش بان الدول الاوروبيه، نعطيو مثال بسيط، كاتالونيا اللي طلبت الانفصال عن اسبانيا، واش دعمتها الدول الاتحاد الاوروبي؟ داروا استفتاء
داروا استفتاء صوتت فيه 86% بنعم للانفصال. هذه دول ديمقراطيه، حنا كنهضروا على اوروبا، دول ديمقراطيه، اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، المانيا، المهم دول الاتحاد الاوروبي رفضت الاستفتاء ديال كاتالونيا 86%. كنقول لكم ماشي ب 50 و 60، لا ب 86%، يعني اصوات ساحقه جدا طالبه الانفصال عن اسبانيا. واش ايدوا لهم الانفصال؟ شافوا بان ذلك الانفصال سيهدد وحدتهم، سيهدد اسبانيا، سيهدد المنطقه الاوروبيه، وهذا ما لا نفهمه في الدول العربيه، في المنطقه العربيه ما كنفهموش القضيه هذه. انظروا الان الى السودان، كيف تعيش الويلات، كيف تعيش الويلات الان. السودان، سوريا، في العراق، ليبيا الان مقسومه على جوج، حفتر يقود حكومه لوحده والشق الاخر يقود حكومه لوحده. نحن الان في المغرب، الجزائر لوحدها، المغرب لوحدها، تونس لوحدها، موريتانيا لوحدها، وكل الدول المغرب العربي تعاني من أجل ايش؟ من اجل قياده فاسده. لا شيء. الى هنا استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.